في وسط مجتمع بالجهل بيسوقك لكده. ازاي ما تسمحش ابدا لحد ولا لنفسك انك توصل للمرحلة النفسية اللي تمرضك بل وتموتك؟ هقول الإجابة النهاردة من كتابين بيتكلموا عن الوصول للنضج النفسي، واحد فيهم إنجليزي والتاني مصري. وهتستغربوا إن رغم إن لغة الكتابين مختلفة والأساليب والتشبيهات كمان مختلفة، إلا إن المحتوى يكاد يكون واحد بالظبط، لأنه إحنا بنتكلم في علم ما يختلفش عليه اتنين. اولهم كتاب Emotional Agility او المرونة الشعورية او النفسية، الكتاب اللي شدني من المكتبة اني اشتريه من غير ما حد قبلها يرشحولي، لمجرد اني بقيت مؤمن ان الاجيليتي او المرونة ممكن تبقى موجودة في كل المجالات غير شغلي. فزي مثلا ما في مفهوم معروف للاجيليتي في البروجكت مانجمنت او للمرونه في اداره المشاريع، فالنهارده احنا جايين نقول ان المرونه كمان ممكن تدخل في مجال علم النفس. الكتاب طلع على حس نجاح مقال بنفس الاسم Emotional Agility. واكتر حاجه عجبتني في الكتاب انه بالصدفه كل تشبيهاته كانت من المجال اللي انا بعشقه، الا وهو صناعه السينما وكتابة السيناريوهات. الكتاب ببساطة بيتكلم ازاي ان الحياة عبارة عن حقائق مطلقة، لكن احنا غصب عننا بمجرد ما بننغمس في حدث فيهم يعجبنا من الحياة او يلفت انتباهنا، او ما يدعى في الافلام بالمشهد الاول او الهوك، اللي هو المشهد الاول اللي في الفيلم اللي بيشدك عشان تكمله، فعلى طول بناخد الحدث اللي حصل لنا في الحياة وشدنا ده ونبتدي نرسم خط يجمع مجموعة الأحداث اللي جاية بعد كده، اللي ممكن ترسم وتخدم القصة اللي بدأت بالحدث اللي شدنا، اللي في أوقات القصة اللي رسمناها في خيالنا دي ممكن تبقى إيجابية، بس لا ننكر إن في أوقات برضه ممكن تبقى القصة اللي رسمناها في دماغنا دي سلبية. الكتاب كان بيقول إزاي إن في 4 هوكس أو 4 أنواع من الأحداث اللي ممكن تشدنا، معروفة لتختصنا في مجال من السلبية. 1 حدوتة أو قصة اللوم. 2 حدوتة أو قصة العادات والتقاليد القديمة. 3 حدوتة أو قصة بيسموها تشتيت القرود، ودي معناها إن الفكر ما يمسكش أو يركز في حاجة واحدة بعينها، الكتاب مسميها كده. 4 وأخيرا حدوتة أو قصة وهم الصح والحق وتحقيق العدالة. الكتاب كان ذاكر ازاي ان اسلوبنا في التعافي من القصص دي في اوقات بيكون في قمة الغلط، سواء باننا بنحاول نتعافى من القصص دي عن طريق المشغولية، باننا نشغل نفسنا عن المشاكل بالشغل او كده، واللي هي طريقة غلط في التعافي لانها بتدي وهم ان الانجاز في حد ذاته كافي انه يحل المشكلة، بينما ده مش حقيقة. او سواء اننا بدل ما نشغل نفسنا عن الموضوع بالشغل، لا ده احنا نروح نشغل نفسنا بالموضوع نفسه مرارا وتكرارا في وهم اننا كده بنواجهه، بينما في الحقيقة احنا فقط مجرد عمالين نفتح الجرح ليس الا، وعمالين نخش اكتر في الاكتئاب. الطريقة الثالثة بقى لمحاولة التعافي، اللي هي غير الانشغال بالشغل او الانشغال بالموضوع، بتكون برسم عقيدة والإيمان بيها لمحاربة الألم، واللي برضه بيكون في الآخر وهم. الكتاب اتكلم عن خطوات التعافي الحقيقية، وهي 1 القدرة على وصف وتوصيف الفكر اللي قاد للألم. وادى الكتاب المثال هنا ان قصتنا الحقيقية اللي بتحصل في الواقع عكس سيناريوهات الأفلام، انه في الأفلام البطل بيغلب الوحش، لكن في الحقيقة الإنسان لازم يلاقي طريقة للتعايش مع وحشه الخاص في البداية. الخطوة التانية بعد ما وصفت الفكر اللي قاد للألم هو انك تبتدي تنفصل عن الفكر ده، والاعتراف انه الفكرة دي مش تعريفي، وده بيجي بالانفصال شوية شوية عن الفكر ده، سواء شوية بالقراية او شوية حتى بالكتابة، لانه بالطريقتين دول انت بتبتدي واحدة واحدة انك تخرج بره نفسك، وبتقدر تكتشف فعلا ساعتها ان دي مش نفسك، ومن هنا بيحصل الانفصال. 3 تبتدي بقى تختار هدفك، لانه اول لما بيحصل الانفصال عن الفكر اللي قادك للألم وكان هيوهمك انه تعريفك، وتكتشف فعلا ان الجرح ده ما كانش هو تعريفك، محتاج وقتها تدور على تعريف لنفسك. وتعريفك بيجي بالرد على سؤال ليه انت عايش، واللي بالمناسبة اجابته هتبقى سهلة جدا ليك،
بإنك تدور في حياتك على الحاجة اللي بتبقى مبسوط وبتحب تعملها، واللي لما انفصلت عنها بالجرح والألم والنكسة اللي حصلت لك بقيت مستاء نفسيا لأنك بطلت تعملها، واللي الفرصة دلوقتي بقت متاحة ليك عشان ترجع تاني للحاجة اللي انت بتحب تعملها دي، إنها تكون هي مصدر ليك. واكتر حاجة عجبتني بصراحة في الجزء ده هو ان هدفك ساعتها هو اللي بيرسم قيمك اللي هتعيش بيها بعد كده حياتك، وقيمك دي بعد كده المفروض تفضل طول عمرك عارفها كويس قوي عشان هتبقى بوصلتك في الحياة بعد كده، عشان لو تاني مرة حد حاول يلخبطك فيها او يبعدك عنها فساعتها هتبقى عارف بالقيم بتاعتك انك بتبعد عن الطريق اللي قدرته ورسمته لنفسك، فتقاوم وقتها اي فكر غريب بيحاول يشتتك عن فكرك. الخطوة الرابعة، خلاص عرفت هدفك، المفروض بقى دلوقتي تبتدي تتحرك للهدف ده، وهو التعريف الحقيقي للكلمة الحلوة اللي دايما بنسمعها moving on، أو إنك تجاوزت الموقف، بإنك تجاوزت واتحركت لهدفك اللي انت عايزه في حياتك، وبإنك تعرف إنك وانت بتوصل لهدفك فانت مش لازم توصل لهدفك ده فورا، انت من حقك تاخد وقتك وتحبي، وإنك تفهم وتحس إنك لأول مرة بتتحرك لأنك المرة دي عايز تتحرك، مش زي ما كان دايما بيحصل إنك مجبر تتحرك. وفي الوقت ده هتحس إن الحياة بقت حلوة جدا وبقى ليها معنى وطعم، مش مجرد ميت والاسم عايش. بعد خطوات التعافي ابتدى الكتاب يتكلم في شوية أفكار راقية، زي مثلا إن الحياة محتاجة تتلعب زي لعبة الميزان، إنك تتحدى نفسك، لكن في نفس الوقت وانت بتتحدى نفسك وبتتعلم حاجة جديدة لازم تاخد الوزن اللي انت تقدر تلعب قدامه، لان اي وزن اكبر من مقدرتك هيخلي لعبة الميزان تتخنق وتقف، ومش هتعرف ترجع تلعب تاني من الاساس ولا ترجع تاني تتعلم. وفي النقطة الاخيرة عجبني انه رد على واحدة من اكتر الاسئلة الفلسفية في الحياة، واللي انا دايما شخصيا كنت بسألها وما بعرفش ازاي ارد عليها، وهو السؤال عادة اللي بيبقى بيقولك بالانجليزي grit or quit، او ليه طريقة تانية في السؤال fight or flight، اللي هو معناها ايه؟ معناها انه لو خدت خطوة في حياتك امتى تثابر على شيء وتقول انك مصمم انك هتحارب لغايه لما تاخده، وامتى يبقى القرار الحكيم انك تنسحب عن هذا الشيء لانه خلاص بقى مستحيل الوصول ليه. امتى يتسمى الانسحاب حكمه، وامتى يكون جبن او هروب او انعدام للمسؤوليه. الفكره طلعت ببساطه ان اي حاجه انت بتتعب فيها عشان تكبر لهدفك الرئيسي من الحياه هي فقط اللي تستحق المثابره، بشرط طبعا ان زي ما ذكرنا في مثال الميزان انها تكون على قد ودرجة قدرتك النفسية. غير كده بقى اي حاجة تانية في الحياة فانت من حقك تنسحب فورا، لانه كل مثابرة في حاجة مش هتبنيك لمجرد يعني ان الطرف الاخر وهمك بمسؤولية معدومة وما كانش بيفكر فيك ولا في مصلحتك وهو بيعمل كده، لا هي علاقة سامة ومرضية ومن حقك تنسحب منها فورا مهما كان المسمى. اللي عجبني ان الكتاب جاب اثار الايموشنال اجيليتي او المرونة الشعورية ازاي بيكون على الشغل، انه ازاي انت ممكن تكون بتشتغل وانت مش عارف انك مأذي نفسيا، وازاي ممكن تقرر انك تقف وتبقى ناضج نفسيا قصاد ده. نفس الكلام على تربية الاطفال، وازاي ان الاهل اللي عندهم ايموشنال اجيليتي او مرونة شعورية هيربوا اطفالهم على انهم يعملوا اللي نفسهم فيه وعايزينه عشان يبنوا نفسهم، مش يجبروا اطفالهم انهم يعملوا حاجة لانهم لازم يعملوها، لان مفيش حاجة اسمها لازم، بل وهيحترموا في اطفالهم اعترافهم بالألم والضعف، ومش هيحتقروه ولا هيطلبوا منهم الانشغال عنه، طالما هيعلموهم في المقابل ازاي ان الألم ده ممكن يكون محرك وحافز للتحرك لقدام لحياتهم، مش بالانشغال عن الجرح في الشغل في اجندات الاهل اللي بيبقوا راسمين لولادهم طريق مجبرين عليه وخلاص. واخيرا بيختم الكتاب ازاي انك تكون ايموشنال اجايل، هي انك تكون حقيقي. ده بالنسبة للكتاب الأولاني الكتاب الإنجليزي Emotional Agility. الكتاب التاني المصري بقى، أو بمعنى أصح مجموعة الكتب المصرية اللي كنت أقصدها هي كتب دكتور محمد طه. الموضوع بيبتدي بفكرة لخصها في عنوان أول كتبه، كتاب الخروج عن النص. عمل الكتاب مقارنة بفيلم اسمه The Adjustment Bureau أو مكتب التعديل، اللي فيه جنود السماء بيرسموا القدر والمصير للبشر بشكل معين يمشوا عليه، وبطل الفيلم
بيحاول يخرج عن النص ده اللي كان مكتوب له من المكتب اللي فوق عشان يوصل لحبه للبنت اللي حبها. الكتاب طبعا أبدى تحفظه على الفكرة الدينية للفيلم، لكن التشبيه الحلو اللي ممكن نستفيده هنا إن على طريقة جنود السماء في الفيلم، فالجنود دول شبه أي حد في مجتمعنا بيبقى شايف إنه ليه الحق إنه يعمل كده في حياتنا ويجبرنا إنه يمشينا على خط ونص معين. اللي بيرسموا لنا قدر إحنا ممكن نبقى مش عايزينه لنفسنا وحابين نخرج منه، وده بيستدعي مننا صراع لجذب الإنسان الداخلي الحقيقي لينا. ومن هنا هستعير استخدامه لمثاله فيلم ماليفيشنت اللي بيحكي أحلى وأدق قصة صراع نفسي. البنت اللي حبت فارس فخانها عشان يصبح ملك، فأمنت إنه مفيش حاجة اسمها حب حقيقي، وقررت تلعن بنت حبيبها السابق إنها لما تتم سنها لما كانت بتحب الفارس تفقد الوعي وما تصحاش غير بقبلة الحب الحقيقي لإيمانها باستحالة حدوث ده، بعد ما اكتشفت من اللي حصل معاها إنه مفيش حب حقيقي. الحاجة اللي طلع ليها تبريرها ومسماها في العلم النفسي تحت اسم ومصطلح التكرار القهري، إن رغم إن في موقف ممكن يبقى ذكراه كئيبة علينا، إلا إننا من غير ما نحس ممكن يبقى فينا العشق إننا نحب إننا نكرر الموقف ده بكل تفاصيله تاني في حياتنا. وده بيكون لواحد من الأربع أسباب الآتية. أول سببين خاصين بينا إحنا، إننا بنبقى فاكرين إنه بتكرار الموقف هناخد كلوجر كويس أو نهاية كويسة مختلفة عن الموقف المرة اللي فاتت، أو إننا بتكرار الموقف بنبقى حاسين إن إحنا المرة دي بقى هنقدر ننتقم. السببين التانيين خاصين بقى بالآخرين، إننا بتكرار الموقف بنحب ألم الضحية اللي طالع من الطرف الآخر، اللي هي شبه فكرة الانتقام اللي في النقطة التانية، أو إننا نحس حتى إن لو إحنا اللي بقينا في وضع الضحية لتاني مرة إنه على الأقل إحنا المرة دي مسيطرين على الوضع، لأنه حتى بألمنا فالألم ده باختيارنا ومزاجنا المرة دي. وده اللي عملته ماليفيشنت في الفيلم لما قررت مأساتها اللي حصلت زمان مع البنت الأميرة الصغيرة إنها تعيد وتكرر نفس مأساتها على البنت الصغيرة. إلا إن الفيلم بيحكي إن ماليفيشنت مع مراقبتها للبنت بتبتدي تحبها، بل وبتحاول تنقذها وبتفشل. والغريبة إن فعلا حبيبها لما جه بسها في الفيلم بعد ما دخلت في الغيبوبة ما قامتش. إلا إن ماليفيشنت شخصيا لما دخلت للبنت وهي نايمة وطلبت غفرانها وبستها على جبهتها فالبنت فاقت، فعلامة إن الغفران هو الحب الحقيقي، وطلع من جوه ماليفيشنت اللي كانت بتشكو فعلا من اللعنة. يعني ماليفيشنت اتعالجت. طب هو العلاج بيتم ازاي؟ العلاج دايما بيبتدي، وركزوا في الكلام اللي جاي ده لانه شبه كلام احنا قلناه من شويه، بالشوفان اللي بيكون تعريفه في كتاب الخروج عن النص برؤيه او شوفان الحقيقه، بينما بيكون تعريفه في الكتب الجايه اللي هنتكلم عليها كمان شويه دلوقتي هو الاستحقاق، وان انا اعرف ان انا استحق ان انا اكون متشاف. يعني من الاخر زي ما بيقولوا كده اشوف نفسي. بعد الشوفان والرؤية ده بيجي مرحلة تانية في العلاج اسمها الألم، يعني مواجهتي الحقيقية لفكرة ان في ألم كان احتمال هو اللي يقود لتعريفي زي ما قلنا من شوية. ثم بعد الألم في حاجة اسمها القبول حتى مع عدم الموافقة عليه. يعني انا لو مش موافق ان في ألم حصل لي او رافض ان انا اعترف بده، لا لازم اقبل ده الاول حتى لو مش هعمل حاجة. اللي بيليه التغيير او الحركة او التحرك للهدف زي ما قلنا من شوية. مثال عجبني وهو انه العلاج ده في اوقات بيكون بانك تواجه السبب في ألمك سواء بوجوده او بعدم وجوده، وفي اوقات بيكون من حقك انك تغضب وبعدها تغفر، واخيرا ممكن تقدم كمان احسان للمسيء اللي هي تدريجة النضج النفسي. بعد بقى الكتاب بتاع الخروج عن النص بندخل بقى في عالم الكوانتم فيزيكس والأبعاد الموازية والعوالم الموازية في العلم النفسي، واللي هي موجودة في كتاب علاقات خطرة. لما بنكتشف في الكتاب دوت ان العالم اللي احنا شايفينه ده اكتر تعقيدا بكتير مما يبدو عليه، لانه في الحقيقة مش عالم واحد، انما هو عبارة على الاقل عن 3 عوالم بيتواجدوا مع بعض في نفس اللحظة كل لحظة في حياتك. طب ايه بقى ال3 عوالم دول وقصتهم؟ اول عالم هو العالم الخارجي اللي احنا عايشينه باحداثه بحقائقه واخباره اللي احنا بنسمع عنها كل شوية. وتاني عالم هو العالم الداخلي اللي جواك بتاعك انت اللي انت راسم فيه
الشخصيات اللي قابلتها في العالم الخارجي بس جواك انت، بدوافعهم من وجهة نظرك، بناء على التاريخ اللي انت قضيته معاهم. واخيرا العالم الثالث هو عالم الاحتمالات، لتفكير كل واحد من الناس اللي حواليك عنك وعن الآخرين كمان. عالم طلع معقد جدا، لأنه أنت طلعت من وقت لآخر محتاج زي الموبايل كده تعمل أبديت أو تحديث لنسخ الناس اللي جواك، لأن ممكن يبقى هم اختلفوا على مدار الوقت براك، فأنت محتاج تاخد آخر نسخة وتحطها بجد جواك. فده انت محتاج تعمله دايما للناس اللي حواليك عشان تديهم فرصة دايما. العالم ده معقد برضه، لانك لازم تركز في كل لحظة انك ما تتشفتش في الثقب الاسود الخاص بالاخرين. ميل البشر لعشق القصص بيخليهم يعشقوا معظم الوقت انهم ياخدوا واحدة من 3 ادوار في اي قصة، منقذ او جاني او ضحية، عشان بيحسوا ان ده بيدي اهمية للي بيعملوه في حياتهم، ويبرروا الالم النفسي اللي جواهم بانهم يعيشوه في هيئة قصة. فال3 ادوار غلط. يعني لو حد ضحية ناداك وطلب منك انك تنقذه، فلازم تخلي بالك ان اللي هتختاره وتختار تعمله تبقى حاجة في حياتك وشخصيتك وهدفك وتعريفك، وما تبقاش شخصيتك وتعريفها مجرد انك بتلعب دور منقذ في حياة وقصة شخص اخر، فتبقى كده اتشفطت في الثقب الاسود بتاعه ونسيت نفسك. برضو لازم تخلي بالك ان اعجابك ببعض الاشخاص او اهتمامك بيهم ما يوصلكش انك تتقمص حياتهم، فتبقى كده برضو مش عايش حياتك واتشفطت في الثقب الاسود الخاص بيهم. واخيرا فممكن الموضوع بعد كده يوصل للغويط جدا، ان يحصل في حياتك صدمة انت ما تحتملهاش فتنتكس وتحاول توصل لاول مرة حسيت بيها بالامان قبل الصدمة دي، فتدخل في حالة زي حالة سارة في مسلسل حنان ترك. الكتاب بعد كده بيكمل بمجموعة من أمثلة عن الشخصيات اللي ممكن تدخل معاها في علاقات، وإزاي أنواع الشخصيات دي ممكن تأذيك. والنصيحتين اللي بطلع بيهم في المعاملة النفسية الأمثل مع كل العوالم المعقدة دي اللي احنا اتكلمنا عليها، الأولى هي ان عمرنا ما نلعب ثلاثية المنقذ الجاني الضحية، انما نلعبها بثلاثية تانية: الطفل الراشد الوالد. التلاتة اللي المفروض بالفطرة وبالطبيعة بيكونوا موجودين جوانا دايما ويطلعوا في اوقاتهم الصح في علامة النضج. الحل او النصيحة التانية بتكون في الكتاب الثالث، كتاب لأ بطعم الفلامينكو، في الفكرة اللي خلت الكاتب والدكتور يربط اللأ برقصة الفلامينكو، انه رقصة الفلامينكو اساسها في الدق على الارض، في علامة للمقاومة والاعتراض، زي اعتراض الطفل كده قدام اهله لما بيقعد يزعق ويدبدب على الارض، وان دي مربوطة بكلمة لأ. الحل التاني اللي بيقول انه مش دايما لازم تكون قابل لكل اللي بيتقال، انما في اوقات من حقك تقول لأ، لأن ده مش عيب لو أنت عارف أنت هتقول أنهي لأ، لأن طلع في منها 4 أنواع. في لأ السلبية، الاعتراض لأجل الاعتراض، ودي اللي بتخلق الخلافات وخلاص. لكن كمان في لأ الإيجابية اللي بتعلن استقلال وهوية، لأ اللي بتحل، لأ اللي بتقدم وتقترح حلول. لأ التالتة هي لأ وضع الحسم والحدود، لو شخص وصل لحدود الانتهاك وتجاوز الخط اللي كان مرسوم له. واخيرا لا الرابعه هي لا الواحد لنفسه، في كتير من الاوقات لو لقى نفسه انه هيتراجع وينتكس نفسيا. عجبتني عمق فكره لا الاستقلال والفرق الكبير ما بين كلمتين الاستقلال والاستغناء، لان الاستغناء فيه استبعاد ووحدة، إنما الاستقلال بدوره مربوط بوجود آخرين. أنا بستقل لأفيد من حولي مش عشان أبعد عنهم أو أنحيهم. وبعدين تعمق الدكتور في الكتاب ده في فكرة أبعاد الوعي، يعني في مثلا الوعي الظاهري للإنسان، كل حاجة احنا واعيين بيها وبندركها، وبعدين في الوعي الباطن المربوط بغرايزنا وأداء أسرارنا، وبعدين في حاجات أعمق بقى، حاجة مثلا اسمها الذاكرة الجنينية، في كمان حاجة اسمها الوعي الجمعي الخاص بجماعة ناس وإيمانهم بشيء بعينه، زي مثلا الوعي الجمعي كده للشركات. وفي كمان حاجة اسمها الوعي المجتمعي، وهو مثلا مربوط بحضارة معينة، زي ما نقول كده مثلا إن في حاجة اسمها الأفكار المصرية الشرقية، ما ده وعي مجتمعي
خاص بمصر. وفي بقى كمان حاجة أكبر، وهي الوعي العالمي، وهو المربوط بينا كبشر في العموم. تخلينا كلنا كده كبشر عندنا دايما أفكار متشابهة، زي مثلا إننا دايما يكون عندنا الانطباع لما نتفرج على فيلم إن الحكيم لازم يطلع إنه يكون عجوز، أو إن الشيطان لازم يطلع أسود أو مربوط بنار. ما دي كلها وعي عالمي كبشر، إحنا ما قعدناش مع بعض اتفقنا على ده، بس فجأة لقينا كلنا نفسنا متفقين على نفس الشكل والمنظر. وفي حاجة أعلى من ده كمان بيسموها ما بعد الوعي، وهو كل ما هو مربوط بعلاقتنا بالروحانيات والآخرين. وبعدها على طريقة استنباط الشخصيات اللي كانت موجودة في علاقات خطرة، بيكون في الكتاب بتاع لأ بطعم الفلامنكو رصة للألعاب اللي البشر بتلعبها على بعض، في خداع بيبقى بيبدو من خارجه إنه بريء، ولكنه في باطنه مليء بالألعاب والخداع. الكتاب كان بيتكلم على الاستنباط بتاعة اللعب دي عشان نعرف امتى نقول لأ قصاد كل أنواع الخداع دي. وبيختم الكتاب أخيرا ب5 خطوات للعلاج النفسي بعد تجاوز كل الألعاب بكلمة لأ. واللي صدق أو ما تصدقش كانت شبه كل ما ذكرناه سواء في كتاب Emotional Agility وكتاب الخروج عن النص، لأن ال5 خطوات للوصول للعلاج النفسي في كتاب لأ بطعم الفلامنكو بيكون كما يلي: 1. الشوفان، أنا فين حاليا. 2. الحاجة، هو أنا محتاج إيه. 3. أنا عايز إيه عشان أوصل لإيه. 4. إزاي أصدق إن أنا من حقي اللي أنا محتاج له حتى لو العالم والدنيا كلها هتتقلب لو أنا وصلت للحاجة دي. 5. وأخيرا وهي فكرة القرار إني هبقى اللي أنا عايزه ده وهعمله مهما كان ايه. هستنى منكم في الكومنتات تقولوا لي بعد ما عرفتوا ان دي خطوات العلاج النفسي الشخصي، هتبتدوا بجد تشتغلوا عليها وفيها، ولا حاسين انه بلاش؟ لان الكلام اللي اتقال يبدو وكأن فيه نوع من انواع الانانية وعدم التفكير في اللي حواليك. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم اشعارات على اخر حلقات. سلام.